مصر تاريخها بيتلخص في 7000 سنة حضارة و6 شهور قد الدنيا. علماء الأحياء اكتشفوا إن أطول مدة حمل وولادة كانت لحيوان اسمه الأبوسوم. الحيوان ده مدة حمل وولادته بتتراوح من 12 ل 13 يوم، وأطول مدة حمل وولادة كانت للفيل 609 يوم، تقريبا سنتين إلا شهرين. بس احنا في فريق يوتيوب اكتشفنا إن أطول مدة حمل وولادة كانت أطول من كده بكتير. مصر في حالة مخاض، بحالة المرأة التي تلد في حالة مخاض، وحالة المخاض دهيت يعني تعني ألم تتعرض لألم، وألم قد يستمر. ايوه فعلا، الثابت علميا ان مصر بقالها 60 سنه حامل وبتولد ولحد دلوقتي لسه ما ولدتش. مشكله مصر الرئيسيه ان هي مش لاقيه الدكتور المناسب اللي يخلصها من الم الولاده ده بقى ويخليها تعيش زي البلاد التانيه، مع ان اسم الدكتور ده مكتوب في تنبؤات ونصوص الفراعنه يجي من 1100 سنه. يقوم بها شاب أنشوش عالي، في الحق يوشك ولا يوالي، وبالواو بالكافر لا يبالي، وانظر بعجمها سي وهنا صمت وسر وخي وبر. انظر سي النص دون من 1100 سنة. فصاحب مصر هو الأسمى القوي الصلة بالمؤسسة العسكرية، الفريق الأول عبد الفتاح السيسي صاحب مصر ورئيسها القادم. السيسي هو الدكتور اللي هيولد مصر بعد 60 سنة حكم عسكر، وقال لك مصر هتبقى قد الدنيا وهتتملى فلوس والخير كله جاي على ايديه. هو مختار من الله ومن آل البيت. السيسي رجل المرحلة، السيسي راجل عظيم. لو قلنا اسم عبد الفتاح، يعني لو هناخدها بعلوم المعنى اللفظي لهذا الاسم من علوم الفلك والأرقام، هو بيدل على الفتح. سيأتي على يد هذا الرجل فتح عظيم. هو مش على ايديه قوي يعني، بص هو مش شرط يجي على ايديه هو شخصيا، هو ممكن يجي على ايد حد تاني يكون باعت له ومصر هتلم خير كتير قوي الفترة الجاية، فلوس كتير، يعني هيبقى سعداء بيها. واخواتنا العرب الظاهر كان مكتوب في مذكرات الفراعنه زي ما قال الاستاذ والاستاذه ان مصر هتقضي مرحله قد الدنيا بالشحاته. حتى انا بقول للجماعه بتوع الامارات ابعتوا لنا حتى كيس بلح، اي حاجه الاولاد يغيروا بريقهم بيه، او حتى شنطه خيار. الخياره بتبل الريق لان العمليه ناشفه مع الرجاله خالص. ده طبيعي على فكرة، الطبيعي ان اي دولة تحت حكم العسكر بتطلب معونات، مساعدات، قروض، بطاطين. دي البطانية، ده مطار القاهرة، البطاطين وصلت يا رجالة. شوفوا البطانية عاملة ازاي يا ولاد، حاجة ألاسكا خالص. النهاردة وزير المالية اتحرك ورئيس الوزراء ادى تعليمات، وزير الطيران من الاول عند موقفه ونزل بنفسه وتابع، وافرجوا عن طن بطاطين. قد ايه بطاطين؟ وافرجوا عن طن بطاطين. طن بطاطين يا جماعة، طن بطاطين. يعني لو البطانية 8 كيلو يبقى معانا 125 بطانية. انت قلت لي مين اللي اتحرك عشان ال 125 بطانية دول؟ النهارده وزير المالية اتحرك ورئيس الوزراء ادى تعليمات، وزير الطيران من الاول عند موقفه ونزل بنفسه وتابع. الو. أيوة سيادة الوزير. أيوة معك، اتفضل. حضرتك بس يعني في شحنة ملابس داخلية واقفة في مطار القاهرة مش عايزين يعدوها، يعني يا ريت حضرتك تتحرك زي ما اتحركت للبطاطين من غير ما وكده تقول يعني. يا أستاذ جو، من غير ما تقول، إحنا بنشحتش من حد. كرامة المواطن عندنا قبل أي حاجة. إحنا اتحركنا بالفعل ورجعنا الشحنة كلها للإمارات، تتغسل وترجع تاني. 7 طن ملابس مستعملة، استعمال خارج، يعني هيبقى استعمال نظيف.
وبعدين يا جماعه الناس اللي معترضه على تناقض موقف مصر من الامارات وقطر مالكوش حق على فكره، في فرق فعلا. قطر كانت بتتدخل في السياسه الداخليه، انما الامارات بتتدخل في الملابس الداخليه. كده بقى الامارات لما تحب تقطع علاقتها بمصر تطرد السفير تسحب منه جاكيت والبنطلون. خلينا نتكلم جد شويه يا جماعه، يعني احنا ما صدقنا لقينا دول تشحتنا وتصرف علينا. انتوا ناسيين الدول دي عملت معانا ايه بعد ثوره 25 يناير؟ الدول العربية عندها موقف واضح جدا، انها لا تدعم الشعب المصري ولكنها تدعم الرئيس مبارك الرئيس السابق. الدول العربية بهذا الشكل بتوصل لنا رسالة الى انه الاموال لا نعطيها للشعب المصري انما نعطيها للحاكم. الحمد لله عندنا اعلاميين صحيين بيفهمونا الليله ماشيه ازاي. اي فلوس بتيجي شحاته للبلد بتبقى رايحه للحاكم مش للشعب، للحاكم. يهاجم الدول العربية لأنها بتساعد مصر. يا أخي هذه المساعدات تتوجه للشعب المصري، يعني لا تدخل في جيوب السلطة. ما حدش يقول لي بقى ده تناقض وبتاع، ده تنوع في الاراء. هو وائل الابراشي، بس ده على برنامج الحقيقه من سنتين، وده في العاشره مساء من شهرين. وزي ما كل اعلامي ليه في كل قضيه موقفين، فاحنا حابين نعرف راي الحسيني والحسيني في موضوع الشحاته ده. يعني انت ايه رايك يا حسيني الاولاني في الموضوع ده؟ ونكاد نبكي على الحال اللي احنا وصلنا له في عهد هذا الرجل الاخواني. وبعيدا عن انه احنا كانت الزيارة من الواضح الغرض منها هو التسول، وان احنا نروح نتسول من روسيا. وانت يا حسين التاني؟ المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة اتخذوا قرار امبارح يوم الثلاث تقديم مساعدات لمصر بقيمة 8 مليار دولار. كل الدول على عيني وعلى راسي لسعادتنا، شكرا لموقفكم، لكن هنا يفضل دورنا احنا، هنعمل ايه بالفلوس؟ سؤال مهم. شكرا، روح يومك. بس يا جماعه لسه في شرفاء بجد جوه الاعلام المصري، ناس بتعلي قيمه الكرامه فوق اي حاجه. بقى يطلع وزير قطر يقول لك انا مش حد مصري حاجه، عنك مديت يا اخي. احنا مش شحاتين. ايوه احنا مش شحاتين، قول لهم يا استاذ محمود ان احنا مش شحاتين. ولازم نسجل هنا الموقف السعودي. الملك عبد الله عمل نفس الموقف الحقيقه، لان هو مش مساله انه ادانا فلوس، لا القضيه هي الموقف الرجولي للحاكم العربي، انه يقف جنب الدوله الشقيقه. الامارات كمان موقفها رائع. فجاه كده الدول دي بقت محترمه وكويسه عشان بتشحتنا شويه فلوس. بعتوا ضمايركم ومبادئكم عشان شويه شحاته. شوف هذا، شوف لا تنسوا تسووا هذا السبسكرايب وتسوون شير للحلقة وتتابعونا على تويتر. هتلاقوا الرابط حقه موجود تحت الفيديو، تحتيه رابط ثاني حق الفيسبوك، تسوون لايك وتشاهدوا حلقاتنا السابقة. واهم شيء ثاني، لا تنسوا تسوون سبسكرايب. ليش ما تسوون سبسكرايب يا اخي؟ سووا سبسكرايب يا اخي. هدي نفسك يا رجال يا اخي ما يسوون يا سبسكرايب، اخي هدي نفسك يا ما رجال. يسوون سبسكرايب اقول لك.